السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي. أرحب بكم، إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم راح نتعرف به عن أنواع الكنافة أو الكنافة اللي موجودة طول أيام السنة في تركيا. فإذا خلينا نبدي على بركة الله. فيديو كان سؤال من متابعة عزيزة للقناة، سألتني قالت لي هل الكنافة موجودة في تركيا فقط في رمضان مثل بعض يعني معظم الدول العربية أو بالعالم يعني؟ جوابي لها لا، هو أنه الكنافة موجودة في تركيا طول أيام السنة بالمحلات المتخصصة. وشنو بيها أيضا؟ أنه في السوبر ماركت أيضا موجودة هذه الأنواع، لكن بصراحة تكون مجمدة مو فريش. فإلها ولكل المتابعين خلي نروح نسوي جولة ونشوف شلون شنو راح نلقي وشلون طعمها شلون طريقة التحضير. فإذا خلي نروح سوا. فحبايبي احنا هسه بسوبر ماركت آيوز بير. هنا همينة تلقون كنافة. المحلين الوحيدات اللي تشوفون بيها الكنافة اللي هي آيوز بير أي 101 وبيم فقط. شوفوا هنا تلقون طبعا بالثلاجات، هنا الآيس كريم وهناك اللحوم اللي هناك الذرة وكل هذه اللي مفرزات. هنا تجون تلقوها هنا بقسم الحلويات. هنا شوفوا الكيك والترايفل وكليته، هاي كليته هنا تلقوا هنا يعني هالكنافة هذه الكنافة تلقوها هنا، سعرها 11 ليرة ونص. تمام. شوفوا حبايبي المفاجأة دخلنا الشوك. دخلت فدا أشوف هيجي، قلت بلكي أشوف عندهم، كان ما موجود، ما كان عندهم. لكن سبحان الله شوفوا الصدفة جايبين منها أيضا. خليها همينة يم الكيكات والترايفلات والهاي كليتها. شوفوا هنا هاي كنافة بصراحة أنا مجربتها. بصراحة أنا ما مجربتها. يلا أوكي خلي ناخذ ونجربها سوا ونشوف. سعرها ب12 ليرة و25 قروش. خلي ناخذها نجربها ونشوف طيبة لو مو طيبة، لأن بصراحة لحد الآن بيم أطيب شي. خلي نشوفها. حبايبي هنا تلقون الكنافة هنا بقسم الثلاجات. هنا طبعا الثلاجات هنا الأشياء الفاصولية المجمدة، البورق، البامية، هاي الأشياء كلها اللي مجمدة. وهذه هنا حتى أكو الأسماك واللحوم واللي هناك الدجاج. هنا تجون تلقون بالحلويات، قسم الحلويات هنا تجون تلقون الكنافة. تمام. هيا هذا هاي الكنافة هنا منطيكم هنا طريقة العمل. وينها هذه؟ منطيكم طريقة العمل هنا هذه كليتها هنا تلقوها. سعرها ب21 ليرة ونص. قطعتين، هذه قطعتين كنافة ب21 ليرة. تمام. خلينا ناخذها للبيت ونشوف شلون راح نسويها. هنا حبايبي ورا ما رجعنا من السوبر ماركت، هذه الكنافة تكون بهذا الشكل، تكون بيها قطعتين. وهنا الحلو مخليلكم هنا طريقة الاستخدام اللي هي شلون، اللي هي أول مرة تفتحون الفرن على درجة حرارة عالية جدا. أعلى حرارة عندكم بالفرن تشعلوها، وشنو تشعلون الفوق النار من فوق ومن جوا، يعني من الطابقين. تمام. تخلوها من 15 إلى 20 دقيقة إلى أن يكون شكلها بهذا الشكل، يعني شقرة، احنا نقول شقرة تشقر يعني. وبعدين من تطلعوها هي وحارة تخلون الشيرة، والشيرة تكون حارة. يعني الشيرة أو احنا بالعراق نسميها الشيرة، معظم يمكن البلدان العربية يسموها القطر، بالعراق نسميه الشيرة. الشيرة شنو هو؟ اللي هو المي والشكر، السكر وشوية ليمون.
أنا مسوية طريقة الشيرة في فيديو قديم. هسه أخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أو صندوق المعلومات أسفل الفيديو. تمام. فتخلون الشيرة أو القطر هي وحارة، والكنافة تكون حارة حتى تلين. تمام. شوفوا حبايبي، تكون قطعتين بهذا الشكل، هم هيجي خليها وحدة فوق الثانية. هي هنا خلينا اياها بهذا الكونتينر او ما اعرف احنا نسميها يعني الماعون او الصينيه. مخلينا اياها حتى رأسا نخليها بالفرن. مثل ما قلت لكم نخليها بفرن درجه حرارته عاليه جدا، تشعلون النار من فوق ومن جوا، وتخلوها من 15 الى 20 دقيقه ونطلعها. شوفوا حبايبي، هذا يكون شكلها ورا ما طلعت من الفرن. بقت بالفرن تقريبا 25 دقيقة، مو أكثر. تمام. وانتوا طبعا تراقبوها، يعني تشوفون إلى أن وجهها يشقر ويصير بهذا اللون الحلو. هي وحارة، يعني هسه كلش حارة. نجيب الشيرة، والشيرة تكون حارة، ونصبها عليها. تمام. بهذا الشكل نصبها عليها كليتها. انتو حسب، اذا تحبوها كلش غرقانة بالشيرة خلوا هواية، اذا تريدون الشيرة قليلة خلوا قليل. وننتظرها شوية تبرد ونذوقها سوا، لانه بصراحة هاي اول مرة اني اجربها يعني اجربها بتكون المعلبة. خلي تبرد ونجربها سوا. هنا شوية ورا ما بردت، خلي نجي نذوقها نشوف شلون صاير طعمها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طعمها يعني كنافة عادية، لكن بصراحة مو مثل كأنما الكنافة الفريش. يعني تحسون انه شي معلب، شايفين؟ بس هي اللي يحبون الكنافة، اللي يريدون دائما ياكلون كنافة، يعني عادية، عادي، شي عادي، طيبة. لكن طبعا ما توصل إلى إنه الفريش، يعني من تكون فريش، تكون طالعة من الفرن من المحل المتخصص للحلويات. رأيي بها بصراحة هي طيبة، مو طيبة، يعني لذيذة، لكن يعني تحسون إنه طعم الكنافة، لكن طبعا مو مثل الكنافة الأصلية اللي نشتريها من المحلات، يعني المحلات الحلويات المتخصصة، تكون تحسوها فريش، تحسوها تازة، يعني طالعة من الفرن طازجة وطيبة. هذه مبينة معلبة، يعني مبينة شيء جامد وفتحناه وخليناه بالفرن. ما أعرف، هذا انطباعي، جائز إنه أنتو عجبتكم. اللي مجربيها يا ريت تكتبوا لي إنه أنتو مجربيها وعجبتكم أو لا. بس هي يعني هي عادية، يعني اللي يحبون الكنافة، اللي يحبون ياكلون كنافة دائما، يعني وماكو يمهم، يعني ما يمهم محل الحلويات، يمشون نفسهم بهذه الكنافة، يعني طيبة. يعني إذا أقيمها أنطيها 6.5 7/10، يعني مو أكثر. تمام. لكن طبعا تبقى الكنافة اللي نشتريها من المحلات هي أطيب. اوكي حبايبي، بنهاية هذا الفيديو اتمنى عجبكم، اتمنى استفاديتوا من عنده، اتمنى صديقتنا اللي سألتنا ان شاء الله نكون جاوبنا على سؤالك وعجبك الفيديو. حبايبي ارجوكم لا تنسون تسوون لايك للقناة. القناة محتاجة دعمكم، واللايك فري، يعني ما بي لا شروط ولا راح، يعني بس مجرد انه تضغطون على اللايك. والقسم سأليني قالي لي وينك، وين فيديوهاتك مدى نشوفها. يمكن انتو ما مفعلين الجرس، ضغطوا على الجرس حتى توصلكم فيديوهاتنا أول بأول بإذن الله تعالى. حبايبي أترككم بخير وعافية، ونتلاقى بالخير دائما، وإن شاء الله ربي يسعدكم.
أترككم حبايبي بخير وعافية، ونتلاقى بالخير دائما إن شاء الله. قروشروس. باي.